لنا العلم شيت مال ده. هذا كلش نايس. هذا كلش نايس. والله كلش فانسي. هسه شوفي شلون شكله يخبل، شكله يجنن. يا الله يا الله يا الله. طبعا انا سمعت الصوت قلت شنو السالفه، ذولا جيراننا عندهم طيور، شنو القضيه؟ وصوتهن غريب يعني كانما صوت باط بيش، فاباوع اني قاعده وين صعدات عين على القريه ولا يشمس. واليوم عين صبحت ومن الصباحيات واني قاعده ببيتي على طيور النورس، وان شاء الله يكون صباح خير وعافيه على قلوب كل متابعين الغالين. ان شاء الله تكونون جميعا بألف خير وصحه وعافيه. سبحان الله، هاي طيور النورس متعودة دائما أشوفها بالمكان اللي بيه مي، سواء كان نهر، مستنقع، مياه أمطار. هاي المرة عيني وين موجودة؟ فوق سطحنا. إيش جابها على سطحنا؟ إيش لاقية بيه؟ والله ما أدري، غريبة عجيبة. سمع الصوت طيور من الصباحيات، لبالي بيت جيراننا مربين طيور، مربين باط بيش. تاليتها باوعت بالكاميرا بالمطبخ، أباوع هاي طيور النورس تارسة السطح. وأعتقد سبب تواجدهم فوق سطحنا هم قاعدين يشمسون، لأن شفتهم كاشين ودا يتحركون من الظل للشمس. وأنا هم استغليت هاي الأجواء الحلوة، بلشت أسوي ريوقة على كيفي. خليت القوري على النار وقلت اليوم أدي أسوي ريوق شوية بفيكة. شنو عيني هاي الفيكة؟ عندنا سبيناغ مجمد من الصيف، بس هذا السبيناغ مو مال بيت، وإنما إحنا مشترينه أصلاً مجمد. طلعت كمية من عده، خليته بالطاوة وخليت له شوية دهن، حمسته شوية، حمسته تقريبا يعني هيش 5 دقائق، كل شي ما خليت له بس الملح. بعدين طلعته من الطاوة، خفقته ويا بيضة وخليت بالطاوة شوية دهن، ضفته وزعته بالطاوة، غطيت الطاوة تقريبا 2-3 إلى أن استوى من الوجهين. طلعته وتريقت بيه، وسهمكم العافية حبايب، كان كلش طيب. وبعد الريوق طلعنا للسوق. أنا متعودة دائما أروح للسوق إما العصر أو بالليل، هاي المرة لا والله من الصبح، لأنه كومة شغلات للبيت محتاجيها. على سبيل المثال الصابونة، البارحة أدور بالبيت على صابونة ماكو، لا بالحمام لا بالمغسلة لا بالمطبخ. ما أعرف مارين بهاي الحالة لو لا. أحيانا الواحد يتماهل يتكاسل عن حاجة كلش ضرورية ومفيدة بالبيت. على سبيل المثال الصابونة، إحنا الصابون كان على وشك يخلص قبل 3 أيام، بقت لنا بالصابونة واحدة. يابا جيبوا لنا صابون. إيه نجيب صابون. تاليتها خلصت آخر صابونة، أباوة بعد ولا صابونة بالبيت. صدق صارت طلعتنا اليوم من الصبح للسوق مال يزي قهر. وجماله إحنا هسه بهذا الوقت نعتبر مدللين. واحدنا من يروح للمولات للأسواق يلقي كل اللي يريده داخل هذا السوق أو هذا المول. وين كنا قبل؟ واحدنا لما يروح للسوق ياخذ السوق طول عرض، وجماله علالي قبيده وينعثل بيهن. هسه عم مدللين. هسه تروح للأسواق، تروح للمول، تاخذ السلة وتخلي بيها الحوايج اللي تشتريها، وبعدين تروح للكاشية وتتحاسب وبكل تقدير واحترام. وهاي الأسواق تعتبر من أقرب الأسواق لبيتنا، بس مو قريبة علينا، مو مال واحد يمشي لها على رجليه، وإنما لازم يركب سيارة ويروح لها. مملحة ستيل، وحتى تقولين مثلا يسموا هذا دعي فيها. الله يبغى عنا زاكح. هاي النزاكة شوفيها، هاي شنو هاي النزاكة؟ وقلنا ما دام اليوم احنا جايين لهاي الاسواق وجيتنا عين الصبح بعدنا بنشاطنا وحيويتنا، خلونا نتجول على كيفنا وماكو ورانا شيء، خصوصا فقرة الطبخ اليوم انا خلصانة منها. ما مساعد بس حلوة ترين واحنا ثلاثة بي. هاي قوالب الكيك الفافون كلش عجبتني، بس شنو مشكلتها؟ صغيرة. عندي من عندها منها فافون ومنها تيفال. أكثر القوالب اللي عندي هسه موجودة بالبيت بقد هذا القالب، وأصغر من عده، بس أكبر من عده ما عندي.
كان عندي قالب فافون كبير دائما أشوي الكيك بيه، وأفضله حتى على القالب التيفال. الكيكة يعني من تستوي بيه تستوي بطريقة كلش ناجحة، ولما تستوي الكيكة وأقلبها تنقلب بكل سهولة. لكن المشكلة ماكو شي يبقى على حطيته. هذا القالب تعب وتعفس، شكله تغير، فقمت بعد ما أسوي بيه كيك. بس بصراحة أتمنى أشتري قالب مثله، مدى ألقي. وأعتقد السر بالفافون، الفافون مالته كان أصلي، لذلك كانت الكيكة تنجح 100% بيه وتنقلب بسهولة. طبعا هذا الشيء أنا مجربته. أحيانا أخلي نفس العجينة بقالبين مختلفين بالنوعية، أدخلهم بالفرن سوا اثنيناتهم على نفس درجة الحرارة. تفتحين الفرن بعد نص ساعة ربع ساعة مثلا، تشوفين العجينة بذاك القالب مستوية ومقسبة وصايرة تخبل، وتشوفيها بالقالب الثاني بعدها عجينة وما مستوية. هذا مكيف فانتين نوعيته كل زينة، بس أهم شيء يكون أصلي ما مقلد. إذا مقلد لا والله يكون مغشوش وسيء. إحنا عندنا بالبيت الشامبو مالته، بس محتاجين المكيف لأنه خلصان. لا والله فحنا زين. شو بالله أسعارهن ايش قد؟ أسعارهن شلونه فاتح؟ هو لين فاتح حلو. إيه. رخيص يعني ترى مو غالي. تلقين هذا ب 12 13. جايين كاري نريد. هو يقول لك أضبط شيء هذا الكاري مالتنا العراقي. وينه؟ هذا خلاص عندنا العدد لازم نشتري. وين اسمه؟ هذا خلينا نجرب هذا الكاري، بلكت نوعيته زينة. هذا لا جريش هذا. باقله ما عندنا خلصانة. عندنا باقله مشتهين باقله ودين؟ هسه نسويها عندنا والله عندنا. لا مثل اكسباير صايرة، لأن ذاك اليوم سويتها. والله أنا ما أقتنع إلا ما يكون طعم الشاي هو طعم الشاي بس، لا بالخوخ ولا بالفواكه ولا هذا شاينا المفضل دائما شاي الوزة. إذا ماكو شاي الحجي نشتري شاي الوزة أكثر شيء. شاي التفاح أيضا هم زين. كانت علبة كبيرة وين ندور؟ هاي القهوة صارت إدمان بالنسبة لأولادي، يعني لازم يكون من عندها موجود بالبيت وبأي وقت يشربوها لأن كلش طيبة. طيب يبالي دوة مو هيك شنو صاير الهوسة، وخصوصا هاي العجينة تتكسر. وبعد ما كملنا مشترياتنا من هاي الأسواق طلعنا رحنا الأسواق المخضر. ببالي أريد أشتري ثمرة جوز الهند، أكو فكرة براسي أريد أسويها وأشوف تنجح لو لا. راح تشوفوها إن شاء الله بنهاية الفيديو. وحتى المخضر ما شاء الله هم صارت له أسواق خاصة بي. تدخلين لهاي الأسواق تشوفين ما لذ وطاب من الفواكه والخضر، أي شي يخطر ببالك راح تشوفيه قدامك. وبعد ما وصلنا للبيت عزلنا المسواق، كل حاجة خليناها بمكانها، هاي بالمطبخ، ديك بالمخزن، ديك بالحمام، المهم عزلناهن وخلصنا من هوستهن. وبالنسبة للعلاليق أنا ما ذب العلاليق بنات، ألفلفهن وأضمهن، أحتاجهن أخليهن بالحاويات، بس أذب الوسخة أو المشقوقة. والله إني كل شي ما بيها نظيفة لا والله ألفلفها بحيث تكون صغيرة حتى أختزل مكانها وأضمها وأستفيد منها أخليها بالحاويات. وبعد ما كملنا تعزيل المسواق أذن أذان الظهر، صلينا وقعدنا ننتظر أبو علاوي لحد ما يجيب لنا الغداء. وأبو علاوي لما يكون غدانا مشويات من برا يسوي استبيان بين الأولاد والبنات، ايش تردون أجيب لكم؟ تردون كباب، تردون كبدة، تردون تكة لحم، تكة دجاج، المهم ندخل في معمعة، واحد يجر بالطول وواحد بالعرض. آخر شيء طبعا ما نطلع بنتيجة وياهم، أنا إيش أقول له؟ أقول له روح اشتري المشويات اللي تعجبك وتعال، هم ياكلوهن كلهن لا تخاف عليهم. هاي المشويات إحنا متعودين دائما نشتريها من محل واحد، محل القصاب اللي دائما نشتري من عنده اللحم. هو عنده محل مال قصابة ومحل مال مشويات، شغلهم كلش نظيف وكبابهم ومشوياتهم كلش طيبة. إحنا إيش قصار إن نشتري من عندهم لحم، يمكن صار أكثر من 15 سنة لحد الآن ما اشترينا من عندهم لحم وقلنا هذا اللحم مو زين أو كبير. لذلك يشوفون رب العالمين رازقهم أكثر فأكثر،
الإنسان كل ما يكون بعمله أو مصلحته شغله صادق نظيف مو غشاش مخلص، أكيد رب العالمين راح يبارك برزقه. بينما نشوف ناس آخرين يأسسون باب رزقهم أو مصلحتهم على اليمن، على الكذب، على الخداع، على الغش، ويعتقدون هم راح ينجحون ويستمرون بالنجاح. هذول الناس بمرور الوقت راح ينكشفون، الناس راح تكشف كل وسائلهم، ورب العالمين هم إلهم بالمرصاد. رب العالمين يمهل ولا يهمل إلى أن نشوفهم آخر شي مفلسين. هاي الصور اللي تشوفوها حبايب، التنور وخبز التنور، هاي من بيت أختي قبل يومين دزت لي إياها. قالت لي بدلنا تنورنا. صدق هم كان تنورهم قبل من كنت أروح عليهم تنورهم كان كلش تعبان مكسر، حتى الخبز ما يطلع زين بيه. مشترين تنور جديد ودا تخبز بيه ودا تشوفني إياه. وأعرف هاي الصور محببة بالنسبة لكم، لذلك ما أفوتها، أخليها بالفيديو حتى تشوفوها. وأني إن شاء الله خلال الفترة الجاية راح أخبز بتنورنا. صعدت له للسطيح، لقيته مغبر مترب مهجور، لقيت العيون مالته مسدودة، ولقيت البواري مكسورة. المهم أخذت البواري بدلتهن بالسوق، غيرتهن، جبت بواري جديدة إله وغسلته نظفته. بس شنو المشكلة؟ راح يبقى مصنقر فوق السطيح، القنينة هي اللي راح تصعد له، لأن الربع بالبيت كلهم اعترضوا على نزلته للطارمة. قالوا طارمتنا صغيرة وهو كبير ياخذ مكان كبير ويشوه شكل الطارمة. أنا هم اقتنعت بكلامهم، قلت لهم لعد صعدوا القنينة اللي فوق. صدق صعدوا القنينة اللي فوق. وبصراحة لأن كلش عندي واهس أخبز بالتنور، صار لي يمكن أكثر من سنة أنا ما خابزة بالتنور من قعدنا بهذا البيت، وحتى قبل ما نقعد بهذا البيت أنا منقطعة عن خبز التنور. وأنا بصراحة أحب خبز التنور، وخصوصا بالشتاء. وبالنسبة للعائلة الكريمة ما يهمهم خبز تنور خبز مخبز، لأن بصراحة أنا مو كلش ماهرة بالخبز، لكن خبز اللحم كلش يحبوه من إيدي. أخلي له لحم زايد، أخلي له ليه، يصير طعمه كلش طيب، وعين الصوبة موجودة، نحمي وناكل كأنما الخبزة توها مخبوزة. أخبز لهم كمية زايدة بحيث تكفيهم أسبوع 10 أيام يأكلون بخبز اللحم. واليوم معلاوي قاعدة وتتمعشد بجوزة الهند، شبعتها كفخات بهذا الشاكوش على أمل بلكت تنفتح وتكون على شكل كرة كلها، يعني بدون ما تتكسر، بس ما نجحت العملية، تاليتها تكسرت. واليوم ببالي أسوي فطيرة جوز الهند. اشتريت جوزة هند، قلت راح أبرشها بالبيت وأشوف عملية البرش تنجح لو لا. وطبعا تقدرون تسموها مو عملية برش وإنما عملية طحن. طحنت جوز الهند وحولتها إلى مبروش جوز الهند. وقبل ما أبلش بالطحن لازم بالبداية أزيل القشر الجوزي الموجود على سطحها، لأنه هم خشن وبنفس الوقت شكله ينشز. هاي محضرة الطعام بنات كل زينة نقدر بيها نطحن جوز الهند وحتى المكسرات. بينما ذيش الطحانة اللي أستخدمها للبهارات لو مخلية بيها جوز الهند أو المكسرات 100% راح تنمرد. بينما بهاي المحضرة راح ينطحن جوز الهند ويتحول إلى مبروش ناشف ومنثور. هو أنا اليوم قلت لكم بنات مقررة أسوي فطيرة جوز الهند. اشتريت الحبشكلات مالتها وخصوصا الكريمة السائلة وجوزة الهند، والباقيات موجودات عندنا بالبيت. وهو بعد جانا الشتاء هاي الشغلات ندورها دوارة، إذا أنا أنساها أولادي يذكروني بيها. ذاك اليوم ذكروني بالبقلاوة، ذكروني بالدهين، ذكروني بالداطلي، مشتهين داطلي. قلت لهم إن شاء الله أسوي لكم الداطلي، بس أنا بصراحة ما مجربته وناجح عندي، بس هاي المرة رحت أسوي أسأل وأشوف بلكة تنجح الطريقة بإيدي. شوفوا جوز الهند بنات شلون مبرش وش محلاته، مبروش منثور كأنما أنت مشتريته من السوق. وهاي أول مرة طبعا أنا أبرش جوز الهند بالبيت بصراحة. وهسه أكيد ربما راح تقول لي وحدة أو وحدات على اليمن بارشته بالبيت ومتعبة نفسي، شو هو مكون بالسوق وسعره كلش مناسب. أنا وياكم بنات صحيح مكون بالسوق وسعره مناسب، بس أنا تقدرون تقولون ربما من باب الفضول أو من باب حب المعرفة حبيت أجرب برش جوز الهند بإيدي، والحمد لله والشكر نجحت العملية. ولو يرجع الفضل الأول والأخير المحضرة الطعام مو إلي. واليوم أنا وبنتي قاعدين بالمطبخ نشتغل سوا، هي دا تسوي العشاء، دا تسوي لنا كريب مالح، وأنا دا أسوي لهم فطيرة جوز الهند. وطبعا ردت أصور الوصفتين بنفس الوقت، بس ما قدرت أسيطر على الوضع، يا دوب لحقت بالأخير صورت طريقة وحدة من الحشوات، يعني تقدرون تفتهمون من عندها فشي. واللي تحب تعرف طريقة عمل الكريب المالح أنا ناشرتها بقناة الثانية منوعات ومطبخ أم ملاك، طبعا نشرها قديم مو جديد، من زمان صار فترة كلش طويلة،
اللي تحب تعرف الطريقة راح أخلي لكم الرابط بأول تعليق مثبت. وهسه بنات لازم شوية أحكي لكم عن الفطيرة اللي سويتها بجوز الهند. بالبداية بإناء عميق خليت 3 بيضات بكاسة كبيرة، شوية خفقتهن بالخفاق اليدوي. طبعا نستخدم بهاي الوصفة الخفاق اليدوي، ما نحتاج خفاق كهربائي. بعد ما خفقنا ال3 بيضات ضفنا لهن 150 غرام سكر، ونستمر بعملية الخفق، ونضيف شوية فانيلا مقدار تقريبا ملعقة كوب فانيلا. بعدين نضيف 250 غرام كريمة سائلة و250 غرام مبروش جوز الهند. نحرك المزيج بالخفاق اليدوي لحد ما تمتزج المواد كلها. نغطي الإناء ونتركه تقريبا 20 دقيقة. بعد ما تكمل 20 دقيقة راح نضيف 7 غرامات من البيكنج باودر، ونخلط المواد بشكل جيد. نهيئ قالب، هذا القالب يكون مدهون بالزيت أو الدهن، ونضيف المزيج وندخله بالفرن. مدة النضج طبعا مرتبطة بدرجة حرارة الفرن عندكم. هاي الفانيلا السائلة المفروض أضيفها بالبداية، أنا نسيت، همزين تذكرتها بالأخير وضفتها. طبعا شويها مثل طريقة شوي أي كيكة. بالبداية نعلق بس العين الجوانية إلى أن تستوي الفطيرة، ونقدر نختبر استواها. ندخل عود بوسطها ونشوف إذا ما علق بيه سائل معناها استوت. آخر شيء نعلق العين الفوقانية حتى يقسي بالوجه. وهاي الكمية تعتبر قليلة، فما نخليها بقالب كبير، وإنما نخليها بقالب صغير قطره ما يتجاوز 24 أو 23 سنتيمتر، سواء كان دائري أو رباعي. وهاي الفطيرة بنات كل ما تقسي بيصير بعد طعمها أطيب، لأن بيها جوز الهند أو نقدر نقول مبروش جوز الهند. كل ما يكون مقسي بيصير طعمه بعد أطيب. طبعا هسه بهاي الأيام بهاي الأجواء الحلوة الباردة قريحتنا مفتوحة للطبخات والوصفات، وخصوصا الحلوة، لأنه بالشتاء حسب رأي العلماء أنه معدل حرق الدهون في الجسم تكون أعلى من الصيف. ليش؟ لأنه لما تنخفض درجة حرارة الجو راح يسعى الجسم إلى التعويض حتى يحافظ على درجة حرارته. فشي يسوي؟ يحرق الدهون المتراكمة حتى يشعر الإنسان بالدفء، مما يؤدي إلى فقدان الوزن. بينما نشوف نظرية ثانية تخالف تماما هذا المفهوم. هاي النظرية تقول بالعكس، وزن الإنسان يزداد بالشتاء. وطبعا أنا مع هاي النظرية. ليش؟ لعدة أسباب، من ضمنها النوم الطويل. بالشتاء يكون النهار قصير والليل طويل، فأكيد يكون النوم طويل، والإنسان كل ما يكون مرتاح أكثر راح يسمن أكثر. أكو سبب آخر، الكسل والخمول. يقول لك بالشتاء بسبب البرد والأمطار الناس بشكل عام قاعدة ببيوتها، قلة الحركة. كل ما تقل حركة الإنسان راح يزيد وزنه. والسبب الثالث الأكل للإحساس بالدفء. وبالفعل الإنسان بشكل عام بالشتاء يأكل أكثر من الصيف، وهذا أيضا بالتالي راح يساهم بزيادة وزنه. وأكيد السبب الرابع أيضا مهم، واللي هو نقص فيتامين دي. يقول لك من الأمور الشائعة في الشتاء هو نقص هذا الفيتامين، كون الشمس هي المصدر الغني بهذا الفيتامين وتغيب بشكل عام بشكل مبكر، كون النهار يكون قصير، وبنفس الوقت بسبب أيضا وجود الغيوم وغيرها بالشتاء تحجب وصول الشمس إلى سطح الأرض. كل ما يقل نسبة فيتامين دي بجسم الإنسان راح يزداد وزنه. وأكو سبب خامس وهو مهم أيضا، وهو الامتناع عن شرب المي بشكل كافي. بالفعل هاي الظاهرة احنا كنا نحس بيها بالشتاء، نشرب مي كلش قليل لأنه الإنسان يشعر بالاكتفاء وما يحتاج المي، بينما بالصيف النهار كله احنا نركض ورا المي. لذلك العلماء شلون فسروا هاي الظاهرة؟ يقولون بديهي الإنسان يمتنع عن تناول الكمية الكافية من المي بالشتاء. ايش راح يدفع الجسم إلى إرسال إشارات إلى الدماغ؟ الدماغ ايش راح يسوي؟ يقوم بتفسيرها على أنها جوع، مما يتسبب بالإفراط في تناول الطعام، وبالتالي راح يزداد وزنه. وكل هاي الأسباب هسه اللي حكينا عنها يقدر الإنسان يتلافاها بالحركة والنشاط، لأنه الأكل بدون حركة أكيد راح يتحول إلى وبال على جسم الإنسان. وربما البعض يسأل ليش أم علاوي تطرق لهاي المواضيع اللي أصلا ما إلها علاقة لا بالطبخ ولا بالروتين ولا بالتنظيف؟ والله بنات أنا أعتبر التطرق لهيج مواضيع كلش مهم، لأنه بصراحة ماكو أغلى على الإنسان من صحته وعافيته. وأكو حكمة إحنا سامعيها من كنا صغار ولحد الآن نسمعها، المعدة بيت الداء. وبالفعل هي المعدة بيت الداء. شوفوني هسه بشكل عام بالطبخات اللي أنزلها بقناتي أحاول قدر المستطاع أسوي طبخات يعني بيها نوع من الفائدة وقليلة المضرة على الجسم قدر المستطاع. ولو إحنا بكل الأحوال ما نقدر نستغني لا عن الدهون
ولا عن السكريات، هي ورانا. وهسه حبايب قلبي وصلت وياكم من نهاية الفيديو، بس لا تنسون إذا عجبكم تدوسون على زر اللايك حتى يصعد والكل يستفاد منه. أستودعكم الله، مع ألف سلامة.